يعني موروث لا يمكن يروح. فما تعرفوش انا مين، ده الكلام اتقال كده. فالناس راحت جري عملت محضر، انا قدامي صوره منه والشكوى اهي متقدمه للدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافه ورئيس المركز القومي للترجمه ومقدمه لسيادتكم اللي هو الثلاثه: قسم المراجعه اللغويه والتصحيح، قسم التجهيزات الفنيه، قسم الجرافيك. وقائع حدثت داخل مكتب مدير المركز وتم عمل محضر بالواقع رقم 30/80 لسنه 2013 قسم قصر النيل وسردين الموضوع. لكن انا بس هقول بس النقاش اللي حصل قبل ما اخد الاستاذه نسرين على التليفون. هي بيقولوا في الشكوى: فوجئنا بتدخل من المدعو خالد العمري يتحدث لي انا، دي اللي بتقول نسرين كشك، بقوله: احترمي نفسك، ولو مش عارفه تلم نفسك انا لمك، انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين، انا ابن عم الوزير العمري فاروق. فقلت له: اعمل اللي انت عايزه، ده اللي مكتوب في المحضر وفي الشكوى، انا ما بتهددش، دي اللي بتقول الاستاذه نسرين. وقال انه من الممكن ان يلغي عقودنا، وفوجئت بمحاوله قيامه للتعدي عليا الا ان تدخل الاستاذ حسن وقال له: ليس لك شأن بهذا الموضوع، هذا حوار بين المديره والموظفه، الا ان السيده مديره المركز قامت بتعليه صوتها وطلبت مدير الشؤون القانونيه لتحويله للتحقيق. فقلت لها: ليس هناك مشكله. وهنا تم ترك المكتب للسيده مديره المركز مع المدعو خالد العمري. استاذه نسرين، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. انا قدامي شكوى حضرتك كاتباها مع زملاء ليكي وضد مديره المركز وضد شخص اسمه خالد العمري فاروق، اللي هو حاول يتعدى عليك باللفظ وبالقول او حتى بالايد، وكان بيهددك، بيقول لك: انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين، انا ابن عم وزير الرياضه العمري فاروق، ممكن افصلك من شغلك. عملت محضر رقم 30/80 لسنه 2013 اسم قصر النيل. مظبوط. هل بالفعل حاول يتعدى عليك شخص اسمه خالد العمري فاروق؟ فعلا يا فندم، وحاول يتعدى عليا لفظيا عندما، بس هو في حته ناقصه في المذكره اللي مرفوعه، لان هو انا قلت له: انت بتكلم مين بالطريقه دي؟ انا دلوقتي هطلع النيابه الاداريه اعمل لك محضر بالتعدي على موظفه اثناء تاديه عملها. نعم. فكان عليه بالقول ساعتها: انت فاكره نفسك بتكلمي مين؟ احترمي نفسك، لمي نفسك، انا لو مش عارفه تلمي نفسك انا المك. فكان عليه ان هو قال لي الكلمه دي، كان وتم بقى ساعتها ده على مرأى ومسمع من كل الموجودين في الغرفه. ايوه يا فندم، بالموظفين اللي هي بتستعين بيهم. وقال لك: انت مش عارفه انا مين. قال لك: انت مش عارفه انا مين. بتكلمي، انت مش عارفه انت بتكلمي مين ولا ايه؟ انا ابن عم وزير الرياضه فاروق العمري. قلت له: انا ما بتهددش على فكره اساسا يعني. طب وايه يعني ابن عم؟ بس انت ضحكتيني والله، ضحكتيني. بس لحظه واحده، يعني انا عارف ان انت منفعله، فانا اسف ان انا ضحكت. لا والله لكن ايه يعني ابن عم العمري فاروق؟ مش فاهم يعني دي معناها ايه يعني؟ دي معناها ايه يعني؟ ولا يعني هو نفسه يعني العمري فاروق صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني مش فاهم يعني مين يعني. هو في النهايه وزير الرياضه على عيننا وعلى راسنا، لكن ايه جبروته يعني؟ مش فاهم. ممكن يعمل له ايه؟ يعمل لخالد ايه يعني ابن عمه؟ ايوه فعلا يا فندم. يعني ممكن يعمل لك ايه؟ مش فاهم يعني. هيجيب لك خرزانه مثلا؟ لا انا برضه ما فهمتش حاجه، وهو تم تهديدي لما انا قلت له انا ما بتهددش. طب انا سؤالي معلش لحضرتك، هو مين خالد العمري فاروق او خالد فاروق العمري ده مين؟ خالد فاروق العمري كان عند مديره المركز امبارح الاثنين لما طلبتنا استدعتنا ان احنا ننزل لها في اجتماع طارئ، انا والمشرفين النشر. فنزلنا لها احنا الثلاثه، المشرف على قسم التصحيح اللغوي والمشرف على الجرافيك اللي هو انا، ومشرف على التجهيزات الفنيه الاستاذ حسن كامل. ونزلنا لها فعلا امبارح، فوجئنا بوجود حد احنا ما نعرفوش شكلا وما شفناهوش قبل كده، وتخيلنا ان هو حد ليه علاقه بالعمل بتاعنا بالوزاره نفسها. فجاه لقيناه بيتدخل في كل شيء، وهي بتعرض عليه اوراق ماليه وبتطلب الماليات وبتجيب فواتير من فوق ليها علاقه، وهو بيعمل مكالمات تليفونيه يعرف الفواتير دي، الكتاب ده يكلف كام فعلا وما يكلفش كام. كتاب وابتدى يقول لاصدقائي: طب احنا ممكن نعمل مناقصات بقى ونجيب شركات من بره تدخل هي في الموضوع ده. طب انا عايز سؤال بس، هو بصفه ايه موجود؟ طب هو ده اللي احنا سالناه بقى في الاخر، وانت بصفتك ايه بتتكلم؟ ولما انا قلت له: انت مين؟ انت عارفه ان العمري فاروق عنده دار نشر هو واهله؟ الفاروق احنا اكتشفنا ده واحنا بنعمل النهارده لما جالنا الشؤون القانونيه بتاعت وزاره الثقافه، وعرفنا في نفس الوقت وهم موجودين بياخدوا اقوالنا في الواقع، عرفنا ان هو دار الفاروق دي تبعه. فلما هي بتاعت والده، بتاعت والد العمري فاروق واخواته وولاد عمه يمكن، يعني هم عرفنا ده النهارده. حتى الشؤون القانونيه بتاعت وزاره الثقافه قالوا لنا تحبوا تضيفوا ده، وان احنا ما عندناش اي حاجه نقدر نثبت فيها، بس هو الشكل ان هم بيحاولوا يحلوا وجودهم مكان
طبعا. انت كنت يعني اقدر اقول ان هو كان جاي يعمل بيزنس مع مع مديرة المركز، مع اداره المركز من خلال دار النشر بتاعتهم. هي استعانت بيه في الحقيقه، وهي اللي خلته يتطاول على مشرفين الاقسام، لان لو هي بتعرف فعلا وهي عندها الخبره انها ازاي تدير الموضوع وتتعامل ازاي مع انه ضيوفها يبقوا شخصيين ليها، حتى لو جابت حد تستعين بيه يبقى بره في مكان خارجي، لكن ما دام احنا في مكان العمل وفي وقت العمل وما ينفعش تقولي معلومات عن المركز وكل شيء عن المركز لحد غريب زي ما انا شايف. عليه انه يحترمنا وما يتدخلش في امور العمل، الا ان هي اللي سمحت له انه يتدخل معانا ويتطاول علينا. طب استاذه نسرين، انت بشكوتك بتطالبي بايه؟ انا بطالب بالغاء نتبعه فورا، وان هو يتحول للتحقيق، لان ده انا كتبته في المحضر بتاعي. المحضر بتاعنا اللي ان هو يجي يستدعى في اسم الشرطه، لكن في النهايه هو مش موظف عندكم، فما ينفعش يتحقق عليه معاه عندكم يعني. لا هو ملوش ان هو يتحقق معاه، هي لازم يلغى نتبعها فورا، لان هي طبعا اخلت بثلاث اربع حاجات من هو انا الحقيقه يعني انا بيعجبني في العمري فاروق الوزير بقى، مش خالد العمري فاروق، ان هو فعلا راجل عنده شفافيه ضخم، دايما لما يجي يتكلم يعني هو من كتر الشفافيه حتى تحسي ان وشه بقى شفاف. انا ما اعرفش الوزير، مش متابعه. لا خش على اي موقع واي جرون هتلاقي صورته. لا انا مش متابعه، لان انا تابعه هو مهتم جدا بالميديا الحقيقه. يبقى انت اساسيه في الثقافه، بس انا يعني اي شخص يحترم نفسه ويحترم مكانه فهو واقف. هنستقبله بشكل طيب اكيد اكيد، فهو لازم يلتزم بمكانه فقط. اكيد يا فندم. انا بشكرك بشكرك استاذه نسرين شكرا جزيلا. لكن يعني زمن السطوه خلص يا جماعه. يعني كان زمان ممكن يحصل كده، مش عارف انا مين، فالناس تخاف وتكش، لكن دلوقتي خلاص. لكن هي التربيه نفسها السياسيه، انا مش علاقه بالتربيه الاخلاقيه، لكل واحد له احترامه في التربيه الاخلاقيه طبعا، لكن انا بتكلم عن التربيه السياسيه، المنتاليتي، المنهج الموروث عند كل واحد، اللي هو تعرفش انا مين؟ طب ده بيقولوا ابن عمه، طب هو بقى ابن عمه نفسه يعمل ايه؟ يعني العمري فاروق نفسه بطل العالم في الانا، نعمل معاه ايه؟ عموما يعني على ذكر العمري، احنا عندنا حلقات قادمه في الاسبوع الجاي هتبقى فيها بالادله والمستندات كل خطايا بقى العمري فاروق، ومن قلب مكتبه هذه المستندات هنعرضها على حضراتكم عشان تتعرفوا كيف تدار وزاره الدوله لشؤون الرياضه. انا لازم فورا اتحرك من مكاني واستقبل الكابتن صبري المنياوي، لكن انا اقول لكم بسرعه كام خبر عندي قبل ما اطلع لتقرير النهارده. بقى اهالي شهداء مجزره استاد بورسعيد خدوا الشيكات، معامله 5 ستارز الحمد لله. دكتور اسامه ياسين اوفى بوزير الدوله لشؤون الشباب، اوفى بعهده الحقيقه معايا ومع اسر الشهداء. بوجه له شكر تاني وثالث ورابع وعاشر، مش عشان هو قدم للناس حقوقها، لان في نادي حقوق، لكن انا بشكره على اهتمامه الشديد جدا ورغبته الحقيقيه اللي تفوق رغبه اي مسؤول اخر لجأنا اليه في حل هذه الازمه. فهنشوفها دلوقتي، التقرير ده هنشوفه بعد ما نشوف اللقاءات، المحضر اللي اتعمل في خالد العمري فاروق اللي هو ابن عم، تعرفش انا مين؟ ابن عم عمري. انا خايف يكلمني في التليفون يقول لي انت مش يهددني انا كمان، والله انا بس يعني انا بقيت